يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بدي أسوي لكم المقلوبة السريعة. عندي طبعا كمية من الباذنجان مثل ما شايفين قطعناها، حطيتها على قطعة قماش نظيفة مثل ما شايفين، ورشيت عليها ملح مشان المي تبعها تنزل. وعندي حبة من البطاطا طبعا هي اختيارية، وعندنا رز منقوع، وعندي شرحات من صدورة الدجاج. هلا بسم الله نبلش بالطريقة. هلا هون بلش قلي باذنجان. بسم الله. هلا هون بنتبل شرحات الدجاج اللي عنا اياهم. بنحط فلفل اسود، وعندنا زنجبيل ناعم. هلا بنخلطهم بهذا الشكل. هلا هون بنضيف معلقة كبيرة من السمن الحيواني، تقريبا 3 معالق كبيرة من الزيت النباتي. هلا هون بسم الله نبلش قلي شرحات الدجاج. هلا هون بنقلبهم على الوش الثاني مشاهدين. هلا هون الباذنجان اخذ عنا هذا اللون بنقيمه. هلا هون بنقيمهم بنحط الدفعة الثانية. الدفعة الثانية خلصت معنا، بنضيف الدفعة الأولى عليها، بنحط لهم كاسة من المي. هون بنضيف الملح، بنغطي عليهم تقريبا 10 دقايق. بعد ما خليناهم تقريبا 10 دقايق مثل ما شايفين، هلا بسم الله نبلش نطبق المقلوبة. هلا هون بسم الله نبلش صف الباذنجان. هلا هون بسم الله بنضيف البطاطا بالنص بهذا الشكل. هلا بنضيف بسم الله الرز. هلا هون بنضيف رشة من الفلفل الأسود، ورشة من القرفة طبعا اختيارية، ورشة صغيرة من الورص. هلا هون بنرفعهم على الغاز بسم الله ونضيف لهم مي مغلية. طبعا غمر الرز مثل ما شايفين. طبعا بنضيف لهم الملح. هلا بنضيف الملح ونغطي عليهم ان شاء الله. وبهيك صارت عنا المقلوبة جاهزة. هلا نستناها تقريبا 10 دقايق ان شاء الله نقلبها. هون بسم الله نقلبها. وبهيك ما شاء الله صارت عنا المقلوبة جاهزة. ان شاء الله يا رب هالوصفة تكون عجبتكم، والف صحة وهنا. لا تنسوني الاشتراكات بالقناة. الف صحة وهنا.